لو انت بتفكر تيجي دبي في 2025 عندي ليك سؤال واحد بس. انت ايه اخبار الانجليزي عندك؟ خليني اقول لك الحقيقه من واقع خبرتي 10 سنين في الشغل في اكبر الفنادق اللي موجوده في دبي، وكل يوم بتعامل مع اجانب. بس المفاجاه انك مش محتاج تبقى نيتيف ولا تجيب 9 في سكور الايلتس. هقول لك 3 اسرار من الواقع واللي انت محتاج تركز عليه بالظبط هقوله لك في الاخر. السر الاول، لازم تتكلم بدون خوف حتى لو نطقك غلط. انت شفت السي اوز والفي بي زي سوندار بيتشاي السي او لجوجل؟ هو اصلا هندي والاكسنت بتاعته لسه واضحه لحد النهارده، بس هو واثق في نفسه جدا وبيطور في شغله مش في لغته. تاني حاجه، ركز على المحادثه العمليه. ازاي تفتح كلام مع اي حد، ازاي تسال على اي حاجه، وازاي تحل اي مشكله بسرعه. ده اللي هيفرق معاك وده اللي انت محتاجه في شغلك كل يوم. السر الثالث واهم حاجه بالنسبه لي، اتعود اسمع كل اللهجات خصوصا لو جاي دبي. الحياه مش امريكان انجلش زي ما بنشوف على السوشيال ميديا او الناس بتوع الساحل. هنا هتقابل البريطاني، هتقابل الهندي، هتقابل الالماني والروسي، وقابلني لو فهمت منه كلمه واحده. هيعلمك الصبر قبل ما تتعلم اللغه. وللاسف انا شفت زميله معانا كانت في الفندق كانت بتبكي علشان مش قادره تفهم الاكسنت الهندي، رغم اللي هي راحت يو كي وخدت كورس هناك 6 شهور ورجعت تاني على دبي. لكن لو انت بتجهز للايلتس ده موضوع تاني خالص. طبعا هيكون كلمات معقده، مقالات، وكتابه اكاديميه. وطبعا دي مهمه جدا لو شغلك او دراستك بيطلبوا حاجه زي. بس لو هدفك انك تشتغل في الفنادق او شركات اجنبيه لازم تركز على الجزء العملي اكتر. لو عايز خطه لمده شهرين تحسن بيها الانجليش بتاعك اكتب لي بس انجليش في الكومنتس وهبعت لك الفايل على طول. طب شهرين دول كتير، خليني اقول لك على خطه في شهر واحد بس. لو انت حفظت كل يوم 30 كلمه، اخر الشهر هيبقى معاك 900 كلمه. دول كفايه تخليك تتكلم في كل المواضيع اليوميه لو انت زيرو انجلش. بص حتى الاي اي بيقول لك ايه، انت محتاج كام كلمه كمبتدئ. انت اصلا بتفهم الانجليش وعندك كلمات كتير، بس الفكره انك بتخاف تتكلم. ابدا اسمع كتير، استغل وقتك في المواصلات، في البيت، في الشغل، لان السمع هو الاساس. حتى الطفل بيسمع الاول، بعد كده يقلد، بعد كده يتكلم. تخيل لو احنا علمناه النحو قبل ما يبدا يتكلم. خليك جريء، اتكلم حتى لو بتغلط، لان الغلط هو جزء من التعلم. في فيديو جاي هقول لك على اسهل طريقه تمارس بيها كل يوم الانجليش ومن تليفونك. لو الفيديو ده افادك ما تنساش تتابعني، والسلام عليكم.